طيب، تعالى نتكلم عن فيلم كيرة والجن. سلام. كيرة والجن فيلم المفروض بيحكي قصة من أكتر من 100 سنة في مصر. يعني فتح كلام كده أنت محتاج تعمل حرفيا مصر من 100 سنة، تبني علم القاهرة سنة 1919 بعماراتها وبيوتها وملامحها. فالحل الوحيد اللي كان قدام مروان حامد لو هو فعلا عايز يعمل فيلم حلو إن كل مشهد حرفيا يتبني من أول وجديد. من الآخر هنبني عالم 1919 كله من الصفر. نسيج المجتمع المصري في المرحله دي كان عامل ازاي؟ نسيج مختلف تماما، كنا لازم نكتشفه. يعني لو بتصور مثلا في الشارع او مكان حقيقي ما ينفعش تسقط لي تكييف في عماره او يافطه اعلان مكتوب عليها دكتور انف واذن مثلا. ودي كانت واحده من اصعب الحاجات اللي لازم تتبني، لانها لازم تتعمل من غير اي تاتش في ريحه الحياه الحديثه. يعني لو بتصور في الشارع تجيب لي فعلا العماير بتاعت مصر زمان، السلالم، الشوارع، المحلات. وطبعا عشان حاجه زي دي تحصل احنا محتاجين في اف اكس او مؤثرات بصريه تقيله، يعني نزود شويه ناس كتير، نار، انفجارات. وكانت النتيجة من ده انهم استخدموا اكتر من 1000 لقطة فيها فيجوال افكت. فيلم كيرة والجن فيه زحمة كبيرة شوية ما بين الشخصيات. بشكل مبدئي احنا عندنا كريم عبد العزيز واحمد عز وهند صبري، ولسه بقى في عندك كمان 21 ممثل تانيين ما اتكلمناش عنهم. فكل شخصية لو ما كانتش واضحة بالنسبة لنا وفاهمين دوافعها والسمات بتاعتها ما كانش في مشاعر هتوصل لنا من الشخصيات دي اصلا، ومش هنفهم حاجة وسط فيلم مدته 3 ساعات. وهنا جه اهم عنصر استخدموه عشان يوضحوا لنا الشخصيات وسماتهم: اللبس. تعال ناخد شخصية الجن اللي بيمثلها احمد عز كمثال. شخصية الجن المفروض ان هي شخصية شعبية بتتحبب للانجليز وشغالة معاهم، بيعمل لهم مصالح، يجيب لهم حاجات، بس في نفس الوقت هو ولا بيكرههم ولا بيحبهم، هو بس شايف ان هم الاقوى والرزق بيحب الخفة وتشغيل الدماغ. والرزق بيحب الخفية. جمدان الفكرة هنا ان الشخصية ما اتحكت لناش بالسيناريو بس، اللبس كان عنصر اساسي في عرض الفكرة. من اول ظهور ليه في الفيلم بدلته حكت عن طبقته وشخصيته، وده لان بدلة الجن هنا مش بدلة عامة الشعب ولا البشوات، هي كانت البدلة اللي بيلبسوها الطبقة اللي كانت بتحاول تقلد الاوروبيين في لبسهم وسلوكهم. معدن ابيض ممتاز كوتاريلي. موظفين وشباب متعلم بيحاول يثبت ان هو مثقف ومواكب المجتمع الاوروبي او الانجليزي. هتلاقي مثلا النقشه نفسها اللي في البدله كانت بنقشه مربعات صغيره، ودي نقشه اساسا اصلها جاي من الريف الانجليزي. وتيجي اهم نقطه: الكاسكيت. الكاسكيت هنا ما كانتش مجرد اكسسوار، لا هي بتوضح شخصيه الجن دي ايه. الكاسكيت طلعت ترند زمان لما الشباب كتير شالوا الطربوش وبداوا يقلدوا الانجليز ولبسوها، وده لان الكاسكيت اصلها جاي من بريطانيا اصلا. هتشوفها كتير في مسلسل بيكي بلايندرز مثلا. فهو هنا مش لابس طربوش زي البشوات ولا طاقيه سودا زي العمال، ودي هتقدر تفهمها لما تبص على كيرا بقى اللي اغلب الوقت بيبقى لابس طربوش، ودي علامه بتاكد ان هو شخص بيكره الانجليز ومتمسك بثقافته. وطبعا لبس دولت اللي تحسه لبس مدرسي صعيدي كده بعيد جدا عن الانجليز. عشان كده هتلاقيها في اول الفيلم كانت بتخش محلات اللبس عشان تغير اللبس جوه مش عشان تشتري، وده عشان ما تبانش قصاد الانجليز ومحدش يقفشها بسهوله. وعشان الجن شخصيه في النص، الاشارب كان النقطه اللي بتوضح انه بالرغم من كل ده حتى وهو شغال معاهم هو لسه ما بقاش خواجه او مقتنع بثقافتهم 100%، هو بس عايز مصلحته. عشان كده انت طول الفيلم طالما في مشهد احمد عز في الحاره بتاعته او شارعه هتلاقيه دايما لابس فانيلا حمالات، لانه في الحاره بيبقى دايما الجن المصري ابن البلد. ونقطة زي دي هتاخد بالك منها جدا لما تشوفه هو ماشي وسط الناس في الحارة، هتلاقيه مميز جدا وهتعرف تفرق بينه وبين كل الناس اللي حواليه. وده طبعا غير حمالات البنطلون اللي كان بيلبسها كتير على مدار الفيلم، ودي كانت حاجة مشهورة جدا بدل الحزام، وده لانها كانت مريحة جدا للشخصيات اللي بتتحرك كتير. على فكرة الجن مش بس كلين، الجن يعمل معجزات. بس على الناحية التانية بقى هتلاقي كيرا في اغلب الوقت دايما هتلاقيه لابس بدلة شبه كاملة، وده عشان يقدر يخش الاماكن اللي محتاجها ويكون ليه برستيج او مظهر اجتماعي عشان يعرف يخدع الانجليز. My name is Katkut. Finish your drink and wait for you outside. من اصعب الحاجات على اي مخرج انه يعمل مشهد فيه 2 نجوم كبار بيضربوا بعض، لان هنا مش هينفع يخلي نجم يضرب النجم التاني قدام الجمهور. ما ينفعش احمد عز مثلا يتضرب والا هيبقى صعب يعمل افلام اكشن بعد كده، ونفس الكلام لكريم عبد العزيز، عيب قدام جمهوره ان هو يتضرب. في المشهد بتاع الخناقه اللي كان ما بين كيرة والجن على المركب، من الحاجات اللي عجبتني فيه اهتمام المخرج والكاتب ان هم ما يخلوش حد فيهم يكسب التاني. يعني كريم عبد العزيز يضرب بوكس، بعدها احمد عز يضرب بوكس، كريم عبد العزيز يرمي لاحمد عز السكينه برجله، احمد عز كمان يرميها له برجله. المساواه هنا كانت حلوه عشان ما فيش نجم فيهم يفقد لمعانه وحته الاكشن بتاعته. من الاخر محدش يعلي على التاني. لو ما اتكلمتش دلوقتي هتموت.
ولما تبص على الاكشن ما بينهم برضو هتلاقيه معمول بذكاء قوي. انت هنا بتعمل مشهد اكشن وخناقه المفروض ان هو من 100 سنه، واكيد الناس سنه 1919 ما كانتش بتضرب بعض زي دلوقتي، وعشان كده جابوا مصمم معارك مخصوص عشان يطلع اكشن يناسب زمن 1919. وده بيوضح ان الفيلم ما اهتمش بس بالبدله والطربوش والديكور، لا هو دخل في تفاصيل الضرب ذات نفسها، ودي هتشوفها في فكره الخناقه بالسكينه وطريقه مسكتهم ليها، واللي هتشوف زيها بالظبط في فيلم اتعمل سنة 1955. وبرضه لما تشوف ماتش الملاكمة وازاي الاتنين اللي واقفين بيضربوا بعض هتلاقيها ان هي اتعملت بذكاء قوي. اكيد شفت في مرة شكل لعيب البوكس وهو واقف ستاند كده ورافع ايده عشان يحمي وشه. في زمن 1919 بقى الستاند بتاع لعيب البوكس ما كانش زي دلوقتي خالص. في الوقت ده لعيب البوكس ما كانش بيرفع ايده لفوق قوي علشان يحمي وشه زي دلوقتي، لا هما كانوا بينزلوا ايديهم لتحت، ودي هتفهمها لما تبص فعلا على ماتشات الملاكمة زمان. فلما مارشال اول مرة ظهر لنا فيها كان بيلعب بوكس بنفس الشكل اللي كان متعرف عليه سنة 1919. تفصيلة زي دي على قد ما هي صغيرة وعامة مش ناس كتير هتلاحظها، لو بنعمل فيلم من 100 سنه احنا ما عندناش الكبريت، بس برضه ما اتثبتش وما اتعملتش بكروتة. كل حاجه مش موجوده، علبه السجاير مش موجوده، الشارع مش موجود، العربيه مش موجوده. تمام، بص ده واحد من اقوى مشاهد فيلم كيرة والجن، تقريبا فيلم مدته 180 دقيقة بوضوح تام. ال5 دقايق دول بنسبة 90% لازم هيعلقوا معاك، وهيخلص الفيلم هتفضل فاكر المشهد ده. خليني اعرفك الاول المشهد ده حصل فيه ايه. دولة فهمي كانت رايحة عشان تلحق كيرة من تحت ايد الانجليز علشان اتقبض عليه. المشكلة ان وهي رايحة هي كانت عارفة ان اللي هي بتعمله ده بشكل قاطع مصيبة. بنت اهلها صعايدة رايحة تقول ان المتهم اللي جوه ده حبيبها وبينام عندها في البيت بقاله سنتين، في تحقيق رسمي موثق هينزل في الجورنال. The night of killing, we had date. قرار مروان حامد انه يعمل مشهد من غير موسيقى الصراحة كان جريء شوية، لان معظم الناس متعودين في السينما ان الموسيقى تحرك مشاعرهم. من غير موسيقى انت ممكن تخلي المشاهد يحس بالملل او ما يحسش بالدراما اللي المشهد بيحاول يوصلها، وده غير كمان ان هو بيعمل ضغط على الممثلين، لان انا هنا المشاعر مش هتجيلي من الموسيقى، فانت لازم كممثل توصلها لي. فلو حصل اي اداء وحش منهم هيبان لنا على طول، لان مفيش هنا موسيقى تخفي او تصحح الغلط. وهنا مروان حامد بدل الموسيقى بالصوت. الافندي ده يبقى حبيبي. ودي هتشوفها مثلا في تكتكة الآلة الكاتبة. She says this man is her lover. في المشهد ده الأصوات العادية هو حولها لآلات توتر نفسي. دولة هنا المفروض بتعترف اعتراف كارثي، هو حرفيا هيخلي أهلها يقتلوها بعديه. بينام فين حبيبك؟ فكل كلمة بتقولها هنا ومع كل تكة بنسمعها بنحس ان الموضوع بيكبر. الكلام بيتكتب قدامنا ومفيش رجوع، كل كلمة بتسجل وبنسمع صوتها وهي بتتكتب، وصوت هزة رجليها مع تكتكة الكتابة انت مش محتاج تشوف وشها عشان تعرف انها مرعوبة. والاهم صوت المترجم اللي بيقول اللي هي بتقوله، تحسه وسيط بارد بياخد المشاعر والكلام الانساني يحوله لكلام رسمي. عندي. He sleeps in her house. لما كل ده اتجمع مع بعض مع نظرات احمد عز والراجل اللي بيسجل الكلام وهو مرمي في اخر كورنر في الاوضه، والاضاءه معموله عليه بشكل يخلي الظل بتاعه يبان كانه الشيطان اللي بيسجل، وبالفعل اصلا هو اللي فتن عليها وفتحها، جاي تشهد لعشيقها الفاجر. فبقت كل حاجه في المشهد عباره عن اداه ضغط نفسي على دولة. فاستبدال الموسيقى هنا باللحن خلى ودننا هي اللي ترسم الحاله النفسيه، وطبعا قفله المشهد بالصوره انهت كل حاجه. تمام، خلينا اقول لك نقطه غريبه شويه. عارف ان لو المشهد ده اتعمل بشكل بسيط او تقليدي، اللي هو هات ممثل شاطر وممثله شاطره اديهم السيناريو وسيبهم، برضه كان هيبقى حلو. واكبر دليل ان نفس المشهد ده اتعمل بالظبط سنه 87 من سوسن بدر وكان برضه جامد. المشهد لما اتعمل من 39 سنه اتعمل واتمثل بشكل ذكي جدا بس بستايل السينما وقتها. اللي حصل هنا في فيلم كيرة والجن وفيلم دولة فهمي القديم كان قريب جدا من اللي حصل في القصه الحقيقيه، بس النسخه القديمه يمكن تكون اقرب للحقيقه من كيرة والجن. وده حصل لان مروان حامد واحمد مراد زودوا بخيالهم شويه حاجات علشان يعملوا دراما ويقوموا مشاعر في المشهد. يعني مثلا في الروايات التاريخيه والمصادر المفروض ان دولة من اول لما دخلت اعترفت وقعدت تبين ان هو حبيبها، وده ظهر جدا في المشهد اللي في الفيلم القديم. ارجوكم احبسوني معاه، عاوز افضل جنبه، ما نفترقش عن بعض ابدا. بس على الناحيه التانيه لما تشوف بقى المشهد في فيلم كيرة والجن هتلاقيه اتكتب وتمثل ان دولة تكون داخله متوتره وخايفه. دولة غبريال فهمي. يعني مثلا المشهد في فيلم دولة فهمي كان المخرج موجه المشهد كله انك تحس بقد ايه دولة كانت مضحيه، فعلشان كده حركه الكاميرا كانت طبيعيه مش بتوصل مشاعر معينه. التصوير مثلا كله اتعمل في اوضه حقيقيه. عبد القادر حبيبي، ايوه حبيبي، وكان بايت عندي ليلتها. لما تيجي تشوف بقى في كيرة والجن هتلاقي المشهد في الغالب اتصور في ديكور مبني مخصوص في بلاتو مش موقع حقيقي اصلا، وده على قد ما كان صعب بس مروان حامد كان محتاجه عشان حاجات كتير، اولها التحكم الكامل في الصوره والاحساس. فهو في المشهد ده لو كان صور في مكان حقيقي ما كانش هيقدر يتحكم في الكادرات بالشكل ده،
ابسط حاجه زاويه من فوق بالشكل ده محتاجه سقف يتفك ويتشال علشان الكاميرا تدخل فيه. مروان حامد من المخرجين اللي لو شفت فيلم ليه ما تعرفش مين المخرج بتاعه غالبا هتقدر تلقط ان هو المخرج بتاعه من غير ما تعرف، وده لانه اهتم جدا انه دايما يبقى عنده بصمه او سيجنتشر هو معروف بيها، ودي هتشوفها في حاجتين بنسبه 90% هتلاقيها في كل افلامه. البصمه دي هتشوفها في لقطات الاوفر هيد شوت. الاوفر هيد شوت هي دي ودي ودي. كل اللقطات اللي وريتها لك دي الكاميرا فيها اتعملت من فوق المشهد بالظبط، بتورينا الصوره بزاويه 90، يعني الكاميرا مش قدام الشخص، مش مايله من فوق شويه، لا فوقه بالظبط وبتبص لتحت، عامل زي وصله كده ما بين عالم فوق وعالم تحت. استخدام الكادر ده بقى عمره ما بيكون صدفه، لان زي ما قلت لك انت بتحتاج تشيل السقف عشان تعمله. مروان حامد بقى من اكتر المخرجين المصريين اللي قدروا يحولوا الاوفر هيد شوت لعلامه تجاريه خاصه بيه. الاوفر هيد شوت بتصغر الشخص، بتوري المشاهد توزيع المكان، بتخلق احساس مراقبه، بتورينا ان الممثل جزء من مكان اكبر منه. لما اتعملت في فيلم كيرة والجن مثلا خلت كيرة ودولت يبانوا اصغر جوه الكادر. لما اتعملت في الفيل الازرق او الاصليين خلت كريم عبد العزيز وماجد الكدواني يبانوا عاجزين او فاقدين السيطره. زاويه زي دي كمان مروان حامد بيحبها لانها بتساعده يعمل البصمه الثانيه بتاعته وهي السيمتري. كنت شرحت الحته دي في تحليل فيلم الفيل الازرق وازاي عين الانسان اصلا بتشوف الجمال، وده بشكل بسيط يعني ان عينينا لما بتشوف حاجه متطابقه، يعني الجنب اللي على اليمين زي الشمال، عينينا تلقائيا بتترجم ان ده الجمال. فلما مروان حامد بيصور الكاميرا باوفر هيد شوت احنا ما بنبقاش شايفين طول وعرض وارتفاع، بنبقى شايفين الصوره مسطحه او 2D. ففي اللحظه دي الارضيه بتبقى هي خلفيه الصوره او المشهد، فلو اتعملت ساده هتبقى ممله. فمروان حامد هنا بيحب يكمل اللوحه بتاعته بانه يخلي كل حاجه متطابقه. مروان حامد كل حاجه عنده لازم تكون محسوبه بالملي، الاضاءه، لون الحيطان، ممكن حتى نوصل لحجم الشباك. في الاخر فيلم كيرة والجن مش مجرد فيلم اكشن تاريخي وخلاص، الفيلم فيه تفاصيل عن ازاي تبني عالم وتخلي المشاهد يصدقه ويحسه. لما المخرج يقرر ان هو يبني مدينه كامله من 100 سنه ب1000 لقطه فيجوال افكت، هو هنا مش بس بيبهرك بصريا، هو بيحترم عقلك وعينك، وده اللي خلى الفيلم الاعلى انتاجا في تاريخ السينما. يعني الرقم السينرجي اعلنته فوق ال 100 مليون. بس كده انا شايف ان في استمراريه حلوه اهي، فعيب تكون لسه ما عملتليش سبسكرايب يعني. وده الانستجرام بتاعي لو عايز تبعت لي اي حاجه او نبقى اصحاب. بس كده، كان معاكم عبد الله. سلام.